السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك حبايبي. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة فيديو بسيط عن طريقة تخزين الثوم من السنة للسنة ويفضل معايا كويس وما يكركش، ويبقى شكله حلو كده. لو أنا حابة أعلقه في بلكونة أو أعلقه في مطبخ هيبقى شكله جميل. هجيب كده الثوم اللي أنا عايزاه. طبعا ده الثوم الأحمر. الثوم الأحمر ده بيكون الفص بتاعه كبير. بجيب اول رصين توم كده، بجيب 2، بجيب التالتة احطها هنا كده والفها من هنا كده، من حوالين الاتنين الفها واجيبها كده من جنبها كده. دي اول راس. اجيب الراس التانية. طبعا اجيب الكبير كده في الاول، احاول اخلي الثوم بتاعي الرصه دي مقاس واحد، حتى لو في ثوم صغير وفي كبير اخلي الصغير مع بعضه والكبير مع بعضه اهي. شايفين كده؟ اجيب تاني كده، واحده من على اليمين وواحده من على الشمال، اجيب كده والفها حواليها كده واجيبها من قدام الراس اهي زي ضفيره كده اهي. دي واحده يمين واحده شمال اهي الفها كده واجيبها كده اهي، وافضل كده بالشكل ده على طول كده. وطبعا لما باجي اعينها في كرتونه واغطيها. ممكن اغطيها بكرتونه، اغطيها باي حاجه، بقماشه قديمه، بغطيها باي حاجه. لما بوصل للنهايه كده ببتدي اربطها بحبل. الحبل طبعا اللي الثوم مربوط بيه من النهايه، واخلي الطول برضو مش طويله قوي اهي. يعني ممكن لو عايزه اكتفي كده ماشي، لو انا حابه اعلقه في المطبخ بس، وبسيبه بالطين بتاعه في حاله كده عادي. لما باجي اعوز راس ثوم بقى بالمقص، بقوم قصه كده، بتفضل الربطه بتاعتي زي ما هي. بقص الراس اللي انا عايزاها بس كده وخلاص بالمقص، واقوم قصاها من هنا كده وخلاص. بفضل كده على الشكل ده كده يمين وشمال كده لغايه يعني دي اتقطعت مني مش مشكله، اسيبها اجيب غيرها اخليها دي للاستعمال بقى اهي. والثوم ببقى عايز عشان اعمله العمله دي يكون وهو لسه جاي جديد، علشان يبقى سهل معايا ان انا اتنيه كده، ما يكونش نشف ويتكسر مني ولا حاجه. ودي اللي اتقطعت دي ممكن احطها في النهايه كده وانا بربط الربطه خلاص كده. دي اهي. ممكن نجيب حبل بقى، حته حبل زي كده ونقوم رابطينه اهي وخلاص اهو. مفيش فيها اي حاجه. ممكن اربطها بفرع من الاخير دول منهم اهو، لو انا حابه اعلقها اهي في البلكونه ولا حاجه. ممكن اجيب فرع من دول كده والفه عليها، يكون طويل، والفه عليها كده وادخله من تحتها اهي عادي. شايفين بقى شكلها عامل زي الضفيره اهي، سهله وجميله وشكلها حلو خالص. كرتونة بقى، هي كرتونة. لو كرتونة عندي كده احطها في كرتونة اهي، برص رصتها كلها فوق بعض كده في الكرتونة بالشكل ده كده، وبحطه في البلكونة وبغطيه بكرتونة تانية وخلاص عادي. الشمس بتيجي عليها والظل بتيجي عليها وكل حاجة كده. ده اللي بيخليها تحافظ ان هي ما تفرغش. لكن لو انا حطيتها في مكان فيه رطوبة بس ما بيجيش فيه شمس ولا حاجة ممكن يفرغ بدري. لكن هو عايز مكان فيه التهوية، فيه شمسة بتيجي، فيه ضلة بتيجي في البلكونة، انسب حاجة. جميل جدا. ممكن اعمل عاملة دي مع البصل كمان، سهلة وبسيطة خالص وهتبقى جميلة ان شاء الله وهتعجبكم. وسلام.